أهلين وسهلين فيكن حبايب قلبي. ببلش المسلسل مع الدكتور تانك، زلمة حلاوة كاريزما طاغية، كل البنات يتمنوا بس نظرة منه. بتفوت لعنده ماري، موديل كتير حلوة، وتقله إنها تعبانة كتير وما عم تتحمل الوجع، بس هو بعقله كان عم يحس بشعور غريب وقوي تجاهها. نرجع فلاش باك باليوم يلي التقوا فيه، ووقتها بنشوف الموديل ماري كانت عم تفوت على البار، وبهالبار بيكون نفس الدكتور تانج هنيك سهران مع رفقاته، وهو كان عم يستعد ليمشي. وفجأة بتفوت ماري وتعتذر من الكل لأنها تأخرت، وقالت إنها بدها تعاقب حالها بالسم الهاري وتاخد كاسة وتتزهرمها دغري. بهاللحظة رفيقه بيسأله شو كنت عم تقول، فيرد عليه بهدوء إنه انبسط اليوم كتير معهم وبده يتزهرم هو كمان. وبينما هو ماشي بتمر ماري من جنبه وتتزحلق فيمسكها بسرعة، وتصير لحظة آي كونتاكت قوية بيناتهم، يعني اتصال بصري قوي. ووقتها تعتذر منه وهو بيقلها عادي، بس يضل مركز عليها شوي قبل ما يتركها. بعدين بتروح تقعد مع رفقاتها ويجبروها تتزهرم أكتر، وهي بتوافق وتبلش تتسمم وهو من بعيد عم يراقبها. وفجأة بيجيها اتصال فتقوم وتقول إنها رايحة على الحمام، بس بالحقيقة تطلع لترد على موبايلها، ونعرف إنه أمها اتصلت عليها وكانت عم تضغط عليها لترجع فورا، بس هي بتعصب وتقلها ليش كرمال اتزوج هداك الختيار. وأمها تضغط عليها أكتر وتذكرها إنها ربتها ولازم تردلها الجميل، بس هي بترفض بقوة وتقلها إذا عاجبك فيكي تروحي تتزوجيه انتي، وتسكر الخط بوشها. بعدها بتحاول تشعل سيجارة بس الولاعة ما عم تشتغل معها، وفجأة بيجي الدكتور تانج ويعطيها ولاعته، بس هي ترفضه بلطف وتشكره وتمشي، وهو يضل واقف ويتذكر يلي صار بيناتهم. بعدين منشوف شاب جاي يتزهرم معه وجارية، وهي بتقله إنها رح تضل تتزهرم لحتى يرضوا، بس فجأة الدكتور تانج يتدخل وبيوقفه ويقله إنه هو رح يتزهرم عنا، وبيجيب عصير ويعطيه إياه أفضل من السم الهاري، والكل بيفسح له مكان ليقعد جنبه. ماري بتشكره وتعرض عليه نخب ويتعرفوا على بعض، ويقلها إنها هي معروفة كتير كموديل، وهي بعقلها بتفكر إنه هالزلمة كتير حليوة وكتير عاجبها ويمكن تقضي الليلة معه. بعدين الدكتور بيقول لرفقاته إنه تعبان بعد العملية وبده يطلع غرفته، وقبل ما يروح بيهمس بإذنها إنه إذا ما بدك تتزهرمي لا تتزهرمي كرمال حدا، وبشكل غير مباشر يعطيها رقم غرفته. وبعد ما يروح يجيها مسج تهديد من أمها، إذا ما بترد وما بتلتقي فيها رح تدمر مستقبلها، وهالشي يخليها تتوتر أكتر وتبلش تتزهرم أكتر. وبعد شوي بتكون عم تمشي بالكوريدور بتحاول تفتح باب غرفتها بس ما عم تقدر، وفجأة بيطلع الدكتور تانج ويفتح الباب وتقرب عليه كتير وبيسألها شو بدها، لأنها مبينة تعبانة كتير، وهي بتستوعب إنه هاد مو باب غرفتها، واعتذرت منه كان بدها تمشي، بس هو بيوقفها ويسألها إذا رجعت تزهرمت، وهي بتعترف إنه صعب ترفض الناس وما بدها حدا يفهمها غلط. هون بيمسكها ويقلها ما لازم تخافي من حدا، ويحملها ويقعدها على الكنباية ويحاول يعطيها مي، بس هي بتوقفه وتقله إنها دايخة كتير وبده هو يسقيها. بيقربوا من بعض كتير وفجأة بيصير بوسة بيناتهم، ولما كانت رح تتمادى أكتر هو بيوقفها ويقلها إنها طافية كتير، وهي بعقلها عم تفكر إنه صعب توقعه، فترجع تطلب منه يسقيها مي ويعمل هالشي. وقتها تمزح معه إنه طلباته عالية وبتقله إنه هاي كانت أول بوسة إلها، فيمزح معه ويقلها لازم يعوضها ويسألها شو بدها بالمقابل، فتنتبه على ساعته وتطلب منه يعطيها إياها، بس هو بيرفض لأنه هدية كتير غالية، فتطلب هدية تانية وهو بيوافق ويقلها تختار البراند يلي بيعجبها، فتقله لازم يجي معها لتجرب، ويتفقوا يطلعوا تاني يوم وتكون راح تمشي. يوقفها ويسألها إذا عن جد بدها تروح ويحذرها إنه الفندق مليان إعلام وصحافة، وإذا طلعت ممكن تدخل بمشاكل لا غنى عنها، فتتوتر أكتر وتصير تخطط، ويقلها إذا ضلت هون هو بيتصرف وينصحها تاخد شاور وتنام، وهي توافق وتروح على الحمام. وبعد ما تروح يتصل الدكتور تانج برفيقه ويسأله مين خلاها تتزهرم، وبيكتشف إن تزهرمت لحالها، فبيحس إنه هالبنت مو سهلة أبدا، ومن جهتها هي كانت ناوية تغريه الليلة، بس لما تقرب تلاقيه نايم على الكنباية. يخرب بيته هاد كيف نام بسرعة. بتفكر إنه الحب بالنسبة إله رفاهية، بتتصور سيلفي معه وهو نايم وبتنام على التخت، بس المفاجأة الأزعر ما كان نايم ولا شي، كان عم يمثل. تاني يوم
لما تفيق ما تلاقيه على الكنباية وتبلش تدور عليه وهي مستغربة وين اختفى، وما معها حتى وسيلة تواصل معه، فتتوتر وتحتار كيف بدها ترجع تشوفه. وبينما هي بهالحالة يندق الباب، فتفتح وتكون وحدة من الموظفات وتقلها انه جايبين طلب من مستر تانغ، واضطر انه يمشي بسرعة وبعت له هدية خاصة وتعطيها علبة فيها ساعات من براندات مختلفة. بس ماري بتفكر بين حالها انه هو عم يحاول يخلص منها بهالطريقة، فبتاخد العلبة بعدين تقرر ترجعها فورا وتقلها توصل له رسالة انها كانت طافية وما بتتذكر شو قالت ومو عاجبتها ولا ساعة من هدول، والموظفة تمشي. وماري بعقلها صارت تخطط انه ما لازم تقبل تعويض بسهولة، لازم يضل حاسس انه لسه مدين إلها لحتى تقدر ترجع تشوفه مرة تانية. بعدين منشوفها عم تحكي مع رفيقتها المقربة ومساعدتها بنفس الوقت، وتطلب منها تلاقي لها بيت جديد وتعرض شقتها للبيع، ورفيقتها بتوافق وتعرض تجي لعندها ليعملوا أكلة سوا. بعدها ماري تبلش تدور على الانترنت عن معلومات عن الدكتور تانغ وتكتشف انه يشتغل بالمشفى المركزي. وفجأة بيندق الباب وتفكر انه رفيقتها وصلت بسرعة، بس الصدمة كانت أما بتفوت بالقوة وتقلها بدها تحكي معها، وماري تعصب وتقلها ما في شي أسوأ من هيك وتحاول تسكر الباب. بس الأم كانت جايبة معها زلمة شكله خطير، وماري بتتهمها انها عم تخالف القانون، بس الأم تتمسخر وتقلها هاد شي طبيعي، بدها بس تشوف بنتها وتضغط عليها ترجع توافق على الزواج. وماري بتحاول تقلعهم بس الزلمة يمسكها ويضربها ويغمى عليها، وبنفس اللحظة توصل رفيقتها وبتشوف كل شي وتصورهم وتصرخ انها رح تتصل على الشرطة وتخوفهم أكتر. بس وقت الأم والزلمة بيهربوا بعد ما يهددوها، بعد رفيقتها تروح لتحاول تصحيها وتاخدها على المشفى فورا. وهني كان الدكتور تانغ موجود وعم يشتغل كالمعتاد ومعه رفيقه الدكتور جي. فجأة ممرضة تيجي تركض لعندهم وتقلن انه في حالة طارئة، مريضة فاقدة الوعي، ولما تقول اسمها ماري الاثنين بيركضوا فورا لعندها وبيفوتوا ويشوفوها مغمى عليها. ولما كانت الممرضة بدها تكشف عليها الدكتور تانغ بيوقفها ويطلب من الدكتور التاني يطلعوا ويصر انه هو المسؤول عنها. وبعد نقاش رفيقه الدكتور جي بيمشي، ورفيقتها بتحكي مع الدكتور تانغ وتطلب منه يحافظ على السرية لأنه ماري شخصية معروفة، وهو بيأكد لها أنه رح يحمي خصوصيتها ويبلش يفحصها بنفسه. بعدين يسأل رفيقتها شو يلي صار معها، فتشرح له كيف هجموا عليها وضربوها، وهو بينزعج ويسألها ليش ما حمتها منيح، بس هي بترفض تعطيه تفاصيل أكتر، وبيضل مركز على ماري بقلق واضح. بعدين لما ماري تفيق ورفيقتها حدا مرعوبة عليها، ماري تشكرها لأنها وصلت بالوقت المناسب، وإلا كانت رح تنجبر تتزوج هداك الزلمة الختيار. وبهاللحظة بيفوت الدكتور تانغ وبيسألها كيف حاسة، بس هي ما ترد عليه، ورفيقتها بتجبرها تحكي فتقلن إنها منيحة وبدها ترتاح بس، وهو بيوافق ويطلب منها ترتاح ويقول لرفيقتها إذا صار شي تخبره، وبيطلع. وبعد ما يطلع تسألها إذا هو رفيقها، وماري بتنكر، بس رفيقتها تقلها الحقيقة إنه هو بنفسه قال هيك، وكمان اهتم فيها بشكل مبالغ فيه، وحتى ما سمح لحدا يعرف تفاصيل حالتها. ولما عرف إنها بالمشفى كان كتير متوتر، وماري تتفاجأ وتستحي شوي لما تعرف كيف فحصها، وتقرر ترجع على بيتها وتبلغ الشرطة وتشوف كاميرات المراقبة. بعدين رفيقتها تروح تحكي مع تانغ وتقله انه ماري بدها تغير الدكتور، بس هو يرد عليها ما في غيري هون، ويجبر الدكتور جي يوافق انه خلص دوامه ويروح لعنده. ولما تشوفه بتعصب تقول رفيقتها انه ما في دكاترة غيره وتهرب من الموقف، ويضل هو مع ماري لحالهم. وبيسألها ليش بدها تغير الدكتور، اذا منشان مهاراته ولا مشان مهاراته بالبوس. وهي تعصب أكتر وتقله إنه باسها وتركها الصبح بدون ولا كلمة، فأكيد بدها تبعد عنه، بس هو بيجبرها تتمدد ليفحصها، وهي تحذره ما يستغلها، وهو بيرد بكل ثقة إنه ما لازم تقلق، خصوصي إنه ما خافت هديك الليلة. وبعدين يعتذر لأنه طلع بدون ما يودعها، بيسألها إذا بعدها موجوعة، ترد عليه لا، فيطلب منها ترتاح وبيوعدها يشتري لها الساعة يلي بدها إياها، بس هي تقله ما عاد بدها. طيب شو بدك بدل البوسة؟ تقله يقرب وهو مفكر إنها رح تبوسه، بس تهمس بإذنه تعال نتمشى شوي سوا، وبعدين يطلعوا ليتمشوا. وقت ماري تسأله أي نوع زوجة بدك بالمستقبل، ويكونوا واقفين قدام فستان عرس،
تانغ بيقلها إنه هو أصلا ما فكر بهيك موضوع من قبل. طيب إذا عيلتك اختارت لك زوجة حتى لو كانت كبيرة بالعمر وما بتناسبك رح تقبل؟ يرد عليها مستحيل، بس هي تتنهد بحزن وتقله أنا ما فيني أرفض، وفجأة بتكسر الإزاز قدامه وتصرخ الله يلعن هالزواج، أنا مستحيل أتزوج هداك الختيار، الله لا يوفق يلي كان السبب لهالقصة ولا يهنيهم فيها. وتانغ بس بيضل عم يراقبها بهدوء، وبعدين يقرر يطالعها من هالحالة، يمسك إيدها ويرمي المظلة ويسحبها ويركض فيها بسرعة، وبعدها يروحوا سوا يلعبوا بألعاب نارية. وماري كانت كتير مبسوطة بطريقة مختلفة وكأنه أول مرة عم تعيش بحرية. تقله خلينا نروح ونتزهرم، بس هو يرفض بلطف ويقلها إنها لسه تعبانة وما لازم تتزهرم. بعدين بتقله إنها مبسوطة كتير لأنه عم يهتم فيها، بس تعرف إن نصيحة دكتور، ويسألها إذا عجبها عرض الألعاب النارية، تقله كان حلو بس قصير، تشكره كتير لأنه قضى معها يوم مجنون مثله. وفجأة تقرب منه وبتبوسه بجنون، وأكيد الحلو ما بيقدر يقاومه. بعدين يرجع على غرفته وهو بيقرب ليبوسها، بس هي بترجع خطوة لورا، تقله هيك صار حسابنا متعادل. يستحي على حاله ويطلب منها ترتاح ويمشي، بس الحقيقة عم تفكر إنه ما بتعرف قديش رح يظل يمثل هيك، وهو من جهته عم يفكر إنه بحاجة مساعدة ضرورية بس مو بهالطريقة. بعدين نشوفه بنادي ليلي عم يتزهرم، يجي لعنده رفيقه الدكتور جي ويمزح معه إنه الناس ممكن تفهمهن غلط. بعدين جي بينادي على بنات كتير ليغطي على الموقف، بس تانغ كان سرحان كل تفكيره مع ماري وعم يتذكر لحظاتهم سوا. وبعدها يقرر يمشي فجأة. بالمقابل منشوف ماري قاعدة برا بالمشفى لابسة ثياب المرضى، وبيجي لعندها تانغ ويستغرب إنها قاعدة بالهوا بارد ويحذرها من التدخين، وهي بتقله إنها أصلا ما شعرت السيجارة، وتعرض عليه يشمها ليتأكدوا، وهو ما صدق، بدل ما يقرب ويشمها قرب وباسها. تستغرب وتقله أنا قلتلك شمني مو تبوسني، وهو بيقرب أكتر. وقتها توقفوا وتقله إنه شكله متزهرم وتذكروا انتبه أنا ماري مو أي بنت. هو يبتسم ويقلها بعرف تماما مين انتي وأنا بدي بوسك إلك تحديدا. يحاول يقرب بس هي تبعد عنه وتقله نحنا لسه متعرفين جديد مرتين بس التقينا. يرد عليها بثقة وشوفيها في حب من أول نظرة، بس هي تقله إنه متزهرم وما بدها تحكي معه وتقوم لتمشي. يوقفها ويقعد جنبها ويقلها رح يكون كتير حذر بعدين، ويشرح لها السبب ليش تركها الصبح بدون ما يودعها، كان في عملية طارئة وحالة خطيرة لازم ينقذها. وماري تتفاجأ إنه عم يبرر، ويكمل ويقول كان بده يدور عليها بعدين بس هي سبقته. تحاول تسكر على الموضوع بس يطلب منها فرصة تانية، فرصة إنه يلاحقها من جديد، وهي توافق بطريقة كتير حلوة وتفكر إنها هيك قربت تحقق هدفها. ثاني يوم تحكي كل شي لرفيقتها يلي تنصحها تقبل بسرعة، بس ماري بترفض، تقلها إذا وافقت بسرعة رح ياخدها كأمر مسلم فيه، وتطلب منها تركز على الشغل. ورفيقتها بتقلها إنه وجوده جنبها رح يحميها، بس ماري بتشك إنه يحب الظهور بالإعلام. ومن جهة تانية منشوف تانغ مع جده عم يلعبوا مع بعض، وجده عم يحاول يقنعه يروح معه على محل مجوهرات بس هو بيرفض بسبب شغله بالمشفى. فجده بيلومه انه دايما مشغول وما عنده حبيبة، وبهاللحظة يتذكر ماري وبالأخير يوافق يرضي جده، وجده يفرح كتير ويبلش يغني. بعدين بالليل تانغ بيمسك تليفونه ويقرر يبعث له رسالة نمتي؟ ماري استغربت وتفكر انه واضح مشتاق إلها، ترد عليه لا، فيتصل فيها فيديو كول ويسألها إذا حلت موضوع الهجوم، وهي بتقله إنها بلغت الشرطة ويعرض عليها يساعدها، بس هي ترفض وتسأله إذا فاضي بعد يومين لأنها بدها تطلع معه، بس هو يعتذر لأنه وعد جده. فتتقبل الموضوع ويتمنوا لبعض ليلة سعيدة، بس الاثنين كانوا زعلانين لأنهم ما راح يشوفوا بعض. ثاني يوم ماري بتنتقل على بيت جديد ورفيقه الدكتور جي عم يساعدها، ومن بعيد حدا كان عم يصورهم، ولأنه ساعدها تعرض عليه يتغدوا سوا ويوافق. وأثناء الغدا بتشوف الخبر منتشر عنا وعن رفيقه جي وبيحكوا إنهم مع بعض، تعصب كتير وتستغرب كيف كبروا الموضوع. والدكتور جي بيقلها رح يحذف الترند فورا، وهي بتقله ما عندها شغل أصلا ليتأثر، بس تخاف إنه الدكتور تانغ يفهم غلط، وهو بيطمنها إنه رح يحل الموضوع. فثاني يوم
الدكتور تانغ راح قدام بيتها وكان بالسيارة عم يدخن وعم يشوف نفس الخبر، وكان واضح عليه الغيرة. بعدين ماري تتصل عليه وهو يفاجئها ويقلها أنا واقف قدام بيتك، ويطلعوا ببعض نظرات قوية، ويطلب منها تركب معه بالسيارة وتوافق، ويقرب منها وبيحط لها حزام الأمان بإيده ويقلها ما في صحافي هون لا تخافي. بعدين تسأله إذا شاف الخبر، هو بيقلها إيه شفته. طيب رتبت حدا يتعامل مع الصحافي مشان ما يطلع اسمك معي؟ بس هو يرد عليها بكل هدوء إنه مو قلقان على حاله، قلقان عليها هي، وهالكلام يخليها تسكت لحظة وتطلع فيه. بعدين بيكملوا طريقهم سوا، وبعد شوي يوصلها على شغلها ويسألها ما عندك شي تقولي؟ وقتها تشرح له إنها ما قدرت تضل بشقتها واضطرت تنتقل، وبما إنه رفيقتها كانت مشغولة ما كان عندها غير رفيق الدكتور جي يساعدها. فهو بيفهم الموضوع بطريقة تانية، بيقلها يعني طلبتي مساعدته ورفضتيني أنا؟ هي بسرعة توضح إنه هو مجرد صديق، وما كانت متوقعة الصحافة تعمل هيك قصة، وتقرر تمشي. بس قبل ما تروح يسألها شو بيقربك هالدكتور جي؟ تمزح معه وترد عليه صديقي الفخم، وبقلبها عم تعتذر منه، وهو بيركز عليها أكتر ويقرب لعندها ويسألها عن جد. وبعدها تستفزه ليش غرت، هو يرد بكل ثقة أنا غيران، ما عاد بدي شوفك مع حدا غيري. وبالليل ياخدها عبيته ويقلها تروح ترتاح وتغير. بنفس الوقت بيوصل المسج إنه الباقي عليه، ومن الواضح إنه كان عم يحكي مع رفيقه الدكتور جي، هو يلي وضح له كل سوء التفاهم. وبعدها يطلب لها تياب إلها ويساعدها بنفسه، ويشيل عنا البوط ويخليها تلبس شي مريح. وبعدين تفوت على غرفتها لتنام وتقعد على التخت، ويجيها مسج غريب إنه إذا البوس كان راضي ممكن تاخد باقي المصاري. وواضح إنه في شي كبير عم تخطط له، لأنه هي اللي دفعت على الصحفيين إنه يصوروها وينشروا الخبر عنها لحتى تانغ يشوفها ويغار عليها ويصير يقرب منها أكتر. بعدين رفيقتها بعتت لها لتطمن عليها إذا صارت بأمان. وقتها ماري تبلش تقرأ كتاب للدكتور تانغ وتلاقي بطاقة قديمة إله من أيام الدراسة. تتفاجأ إنه شكله كان جدي وتقليدي. ثاني يوم ماري تروح مع رفيقتها على الشغل، وفي بنات عم يحكوا عليها من وراها إنه مجرد ما ظهرت مع شاب غني ما يعني حياتها صارت مثالية، ورفيقتها بتدافع عنها. بس ماري بتهديها وتقول خليهم يحكوا. وفجأة تجي بنت تستفزها بتقلها إنه إشاعة علاقتها مع الدكتور جي انتشرت، وحتى هو طلع بيان ينفي العلاقة، وتسخر منها إنه حتى هو مو طايقها. وقت رفيقتها عصبت وكان بدها تتخانق، بس ماري وقفتها وبترد بطريقة قوية وباردة وتمشي، تاركة الكل مصدوم فيها ولا فرقانة معها. مين سالك مين بصاص. بعدين تروح على غرفة التحضير وتتصور صور وتبعتها لحبيب قلبها، وواضح إنها عم تلعب لعبتها بذكاء، وتتصل فيه وتسأله إذا خلص شغله. هو بيقلها لسه، بس اليوم إجازة. بتقله يجي يشوفها إذا عنده وقت، وتصرف كأنه مو مهتمة، بس هو يأكد إنه رح يجي حتى لو كان مشغول، وتفرح من جواتها. بعدين نشوف الحرباية دخلت على الخط تجي، وكان بدها تبدل تيابها مع واحدة تانية، والكل يعترض لأنه الوقت تأخر، بس هي تستغل نفوذها وتهددهم. وماري تتدخل بهدوء وتقلها إنه التبديل هلأ مو مناسب. فالحرباية تتعصب وتقلها مين انتي أصلا، وتستهزأ فيها وبشكلها. بس ماري ما تتراجع وتقلها إنها رح تمشي بالعرض وغصبا عنها كمان. ووقتها يجي وقت العرض وماري تطلع على المنصة وتمشي بكل ثقة وأناقة عالية، وبهاللحظة يوصل تانغ، والحرباية بتحاول تقرب منه بس هو بيصدها بطريقة واضحة، وبيقلها ما بيحب الناس مثله، وكل تركيزه كان على ماري. وماري من بعيد بتشوفه وبتفكر إنه ما عنده وقت إلها، بس طلع في عنده وقت لغيرها، ويزعلها كتير هالشي. بس هو بالحقيقة ما عم يشوف غيرها. ولما يخلص العرض ويروح ليدور عليها ما يلاقيها، فيروح يسأل عنها وبيعرف إنها عم تصور بمكان تاني. بيحاول يتصل فيها بس هي بتشوف الاتصال وتطنش وتقول إنه هو غلطان ما رح رد عليه، وهو عم يحاول يوصلها. لما شاف إنه رقمها مو متاح سأل عن موقع التصوير وعرف المكان وقرر يروح لعنده. بس بنفس الوقت كان متردد إنه تدخله رح يسبب مشاكل بشغله، فبعت له مسج. وماري أول ما شافت المسج قامت بسرعة وراحت، ورفيقتها كانت عم تسألها لوين رايحة بس ما ردت عليها، والمصيبة إنه تليفونها ضل بالسيارة. بعدين لما رجعوا على الشركة الحرباية كانت مجمعة حواليها كل المودلز، والكل كانوا عم يمدحوا فيها بشكل مبالغ فيه،
وهي بلشت تحكي قصص قدامهم إن هي والدكتور تانغ كانوا يحبوا بعض من زمان، وإنه هو صار دكتور وهي صارت نجمة بالمجال، وكمان ادعت إنه المناسبين لبعض وحتى ناويين يتزوجوا، ولبست الموضوع أكتر وقالت إنه السلسال يلي لابسته هو هدية منه. وماري كانت عم تسمع كل هالحكي من بعيد وما عجبها أبدا، وتكمل الحرباية تمثيلها وكأنها عم تحكي معه على التليفون قدام الكل إنه بعد الأكل رح يطلعوا يشوفوا فيلم سوا، وهالشي ضايقها كتير، فتركت المكان وراحت ترتاح. بس فجأة مديرتها بتنادي عليها وتقلها تتحضر لعشاء مهم، وماري بتحاول تتهرب لأنها مو مرتاحة، بس مديرتها بتضغط عليها وبتقلها إنه لازم تروح لأنه جزء من شغلها. وماري تقعد ماسكة راسها مضغوطة من كل الجهات، وبالفعل بتروح على العشاء ويتم التعريف فيها، بس نظرات الرجال حواليها كانت مزعجة جدا، وبيطلبوا منها تقعد جنب المستر جاو، وهو ببلش يمدحها ويقدم لها كاسة السم الهاري. هي بتحاول تكون مهذبة بس الوضع كان واضح انه مو مريح ابدا. وبعدها الكل ببلش يضغط عليها تتزهرم اكتر، وهي بعقلها عم تفكر انها تورطت وانه هالمجال من برا لامع بس من جوا فاضي. ومع كل هالضغط تتخيل انه الدكتور تانغ هلأ مع الحرباية عم يحضروا فيلم، وهالشي بيضايقها اكتر. وبعد ما تتعب من الزهرمة تعتذر وتروح على الحمام، بس مستر جاو يلحقها ويحاول يقرب منها بحجة انه قلقان عليها وهو كل همه ما تهرب منه. بنفس الوقت الحرباية كانت بنفس المكان، ولما شافتها بهالحالة قامت وصورتهم خفية، وماري كانت بتحاول تتخلص منه بأدب وبتقله انها بس بدها ترتاح، وهو بيوافق بالنهاية. والحرباية بتكون سجلت كل شي، بتفكر تبعت الفيديو للدكتور تانغ، وفعلا بتبعته مع تسجيل صوتي، وتبلش تشوه سمعة ماري وتقله إنها بنت سيئة وعم تتقرب من رجال أغنياء. وتانغ أول ما شاف الفيديو سأل فورا بأي فندق هي، والحرباية فكرت إنه رح يروح يفضحها، بس هو بيقلب الطاولة ويقلها إنها عم تعمل هالشي بس لأنها غيورة، لأنه هو معجب بماري وهي عم تحاول تقلل منه وبس، ويسكر الخط بوشها. تستاهل الله يردها. بنفس الوقت ماري كانت تعبانة كتير من الزهرمة وحالتها مو منيحة، وبالحمام عم تحاول تفيق حالها، وفجأة بيظهر الوسيم الفتاك القمر وراها، بيقدم لها سيجارة ويشعل لها إياها، وهي بتستوعب إنه هو وتنادي اسمه ويقرب منها ويكمل تدخين من نفس السيجارة، وكان ناوي يبوسها بس هي بتبعد عنه فيقربها ويحضنها ويسألها ليش ما اتصلتي فيني، ما بدي ازعجك بموعدك، وواضح انها زعلانة بسبب الحرباية، فيطلب منها تهدي حالها وتروح معه، بس هي بترفض بالبداية وهو بيصر عليها يمسكها ويطلع فيها على مكان. وبنفس الوقت مساعده بيعطيه معلومات انه مستر جاو شخصية قوية بهالمجال. وبالعشاء مستر جاو يستغرب انه ماري كتير تأخرت وبشك انها هربت، ومديرتها بتحاول تهديه، وفجأة يفوت الدكتور الكاريزما تانغ ومعه ماري، وكل الموجودين بينصدموا. وهون بيعلن بوضوح أنا جاي أخدها، وبيسألها وين كانت قاعدة، ولما يعرف إنها كانت قاعدة جنبه للمستر جاو، المستر جاو يحاول يمنعه إنه ياخدها معه، بس تانغ يقدم نفسه بثقة ويقلن مين هو. ولما يعرفوا إنه هو من عيلة قوية كتير الكل يغير أسلوبه فورا، وقتها يطلب شنطتها وياخدها معه، وبيكسر الكاسة ويطلع من المكان بطريقة قوية، وبعدين ياخدها عبيته. ووقتها تسأله لوين جايبني بيقلها عبيتي، ويبلش يساعدها حتى تبدل كندرتها. وقتها تقله انها بتقدر تغير لحالها، بس هو يصر يساعدها. تقله انا بحس بالامان بس لما اكون معك، وتحضنه وتسأله اذا هو رح يحميها مثل ما عمل اليوم. هو بيأكد لها انه رح يحميها دائما، وتقرر تقرب منه وتصير تبوسه بطريقة جنونية لحد ما كانت بدها تخربها معه. بس بنفس الوقت دكتور تانغ يخاف إنه هي رح تندم على طلبها بعدين، ويحاول يهديها ويقعدها منيح ويحملها ويحطها على التخت لتنام، بس شيا بتمسك إيده وما تخليه يروح، وتقله إذا ما وافقت على طلبي يعني ما رح تحميني. هو يقلها رح أحميكي بس نامي هلأ، وتسمع كلامه وتنام، ويقعد حدها ويقلها إنه رح يترك الضو شغال، وهي بتقله إنه من صغرها وهي بتخاف من العتمة. يصير يهديها ويقعد جنبها ويضل حدها لحتى تنام، ولما تنام يضل عم يتطلع فيها ويفكر فيها. تاني يوم لما تفيق تستوعب انها نايمة ببيت تانغ، فتفحص حالها بسرعة وتتذكر كيف كانت عم تبوسه بالليل،
وتصير تفكر يا ترى هو شايفني بنت سهلة ولا أنا مو كفاية بالنسبة إله، مو قد المقام يعني. بعدين بتشوف المسجات يلي بعت لها إياها، وكان عم يوضح لها إنه ما إله علاقة بالحرباية، وإنه هي فجأة ظهرت بالعرض، وإذا بدها دليل هو عامل له بلوك أصلا. ماري تحس حالها ظلمته، وترد عليه وتقله إنه فهمته غلط، وتتصل فيه وتسأله إذا أكل، وهو كمان يهتم فيها ويسألها، وتقله إنه عندها تصوير اليوم وبعده بدها تشوفه، ويوافق فورا، وتفرح كتير وتقله إنه رح تجيب له أكل طيب. بعدها بنشوفه وهو عم يفتش عن معلومات عنه، وبيلاقي فيديو إلها من زمان وهي صغيرة، كانت خايفة متوترة والناس كانوا عم يتنمروا عليها، ويحس قديش هي تعبت بحياتها، ويفكر قديش هي قوية رغم كل شي. أما عند ماري لما بتوصل على التصوير كان المخرج والكل عم يعاملوها بلطف، وهي بتفكر إنه السبب هو الدكتور تانغ. بس الحرباية تيجي وتبلش تهاجمها وتلمح إنه عم تنجح بسبب علاقاتها مو شغلها، وماري ما بترد عليها، بس بتقلها تتركها بحالها، والحرباية تضل تهددها، وماري بتقلها رح نشوف. وبعدها بيبلش التصوير وماري بتكون متألقة كتير، وبيجيها باقة ورد من الدكتور تانغ، والكل ينصدم قديش وهو مهتم فيها، وماري بتفرح كتير وتحط وردة بشعرها. أما الحرباية اللي كانت عم تهاجمها تنقهر أكتر. بعد ماري تبعت له صورة من التصوير وتسأله إذا حلوة، هو بيقلها لا. هي تستغرب يعني ليش مو حلوة، يقلها ما عجبتني لأنه أنا بيعجبني بس أنتي، ما بده إياها تتصور مع حدا غيره. وتضحك وتتصل فيه ويصيروا يحكوا بطريقة لطيفة، وتقرر تروح لعنده على المشفى، تلبس كمامة وتفوت عليه وكأنها مريضة، تقله دكتور أنا تعبانة كتير، وهو بيعرفها فورا ويشيل الكمامة. وقتها تعترف له أنها عم تمزح معه، ويسألها إذا جابت الأكل، تقرب عليه وتاخده لجوا وتبوسه، وقتها تسأله إذا طيب، وهي بتدلع عليه وتحضنه وتقله إنه هي مرتاحة معه أكتر من أي مكان، وتسأله عن الورد، بيقلها إنه بس بده يحميها لأنه ما بيقبل حدا يحكي عليها. وماري تتأثر بكلامه، بنفس الوقت كان عم يمازحها لأنه المرة الماضية نسيت تتصل فيه، فاضطر يبعت لها ورد لحتى يذكرها فيه. بعدين قرب عليها ولمس أنفه وانغمسوا بالرذيلة. بهالوقت الحرباية كانت عم تفكر إنه تانغ أكيد ما بيكرهها، ولو بس يفهمها صح مستحيل يرفضها، وراحت لعنده على المشفى، وفجأة شافتهم سوا وشعرت كتير بالغيرة. بعد الدكتور تانغ ياخد ماري لحتى يعملها فحوصات، وهي بتقله إنها بخير، بس هو بيطمنها ويوقف حدها ويخليها ما تخاف من فحص الدم، ويقلها ما تتطلع ويضل ماسكها لحتى يخلص الفحص بسرعة. بعدين بيطلب من الممرضة تعطيه كل التقارير، وبيقرر يهتم بكل شي بنفسه. بعدها ياخدها عبيته، بالطريق تلتوي إجرة، فبيشيلها ويقلها ما بيعرف وين بيتها فلازم تروح معه، وهي بتتهمه إنه عم يعمل هيك عن قصد، وهو بيعترف إنه إيه. وبالبيت بيجيب تلج ويفحص رجلها، ويقلها إنه مجرد التواء خفيف ويتعالج بس بالثلج، ويبلش يدلكها بلطف. بعدين بيساعدها تلبس كندرتها، شي بتسأله إذا هي حلوة، وهو بيقلها إيه، فتقرب عليه وتبوسه، ويصيروا كتير قريبين من بعض، وتقله إذا كان ناطر هاللحظة، وإنه هو كتير منيح معها، وهو بيخاف يكون عم يضايقها. فبيعترف إنه من أول مرة شافها كان بده يقرب منها، بس هلأ صار يهتم فيها بصدق وما بده يستغلها. فتسأله إذا مو شايفها جذابة، يعترف لها إنه بيحبها، ولما تسأله شو يعني يجاوبها بوضوح أنا بحبك وبدي أتزوجك، وإذا مو جاهزة هلأ خليني على الأقل كون حبيبك. ماري تتأثر وتقله إنها مو إنسانة منيحة ومعها رح يتعب كتير، وإنها مو مرتاحة مع نفسها، وتعتذر عن تصرفاتها. هو يقرب عليها ويطمنها ويقلها إنها إنسانة كتير منيحة وما لازم تشك بحالها، وذكرها قديش هي رائعة وهي عم تمشي على الرنوي، وتقله إنها دايما بتحاول تكون مثالية بشغلها، وهو يأكد لها إنها بتلمع على المنصة. بعدين بيبوسها وهي بتفكر إنه ولا حدا قبل هيك قالها كلام حلو مثله. بعدين بيشيلها ويطلعوا لفوق، وكانت ليلة جهنمية ملحمية ما بتنوصف. وبعد حرب دامت لساعات بيسألها عن التاتو تبعها، فتحكي له قصة الحريق وهي صغيرة وكيف صار عندها أثر وغطته بالتاتو، وكانت مفكرة إنه بيجلب الحظ، وبتحس إنه فعلا حظها تحسن بعد ما عرفته. هو بيقلها إنه ما رح يتركها أبدا. تاني يوم دكتور تانغ بيكون على التراس عم يدخن وعم يطلع فيها وهي نايمة، بيتصل ليغطي شيفته، وبعدين أمه تتصل فيه وتطلب منه يشتري لها لوحة من المزاد، وهو بيوافق ويقلها إنه بده يعرفها على بنت. بعدين بيكون عم يطبخ، وهي بتفيق وتفكر إنه تركها، بس يخبرها إنه بالمطبخ.
فتنزل وتحضنه من ورا وتفرح فيه كتير. بيقلها إنه عم يطبخ كرمالها، وهي بتعترف إنها خافت يكون تركها، يطمنها إنه ما رح يتركها أبدا. بعدين بيحطها على طاولة المطبخ ويسألها إذا ندمانة على يلي صار، بس تبوسه وتقله لا، ويجيها اتصال، وكانت رفيقتها يلي خبرتها إنه صار في مشاكل ضريبية كبيرة وانفضحوا ناس كبار ومنهم المستر جاو، وهي بتفرح إنه الحق طلع. بعدين تانك بيروح على الشغل ويطلب من مساعده يوصلها على الشغل، وهي بتوافق، بس فجأة بيجيها اتصال من الشرطة وبيطلبوا منها تيجي. فقبل ما تروح تعترف لتانك إنه ماضيها صعب وما بتعرف مين أبوها، وأهلها كانوا سيئين معها، حتى بالبداية قربت منه لمصلحتها، بس هو بيقلها إنه بيعرف كل شي. بتقله إنها كانت تغار وكان بدها تستفزه، هو بيقله كمان بعرف، وبالأخير تقله يمكن ما عاد يحبها، وهو يحضنها ويقلها تعترف إذا هي بتحبه. بعدين تروح على الشرطة وتلاقي أمها هنيك، وأمها بتمثل دور الضحية، بس ماري بتوقف بوشها وتقلها إنها ما عاد تعتبرها أمها، وتعطيها خيارين، يا بتفوت على السجن يا بتقطع علاقتها فيها نهائيا. وأمها تترجاها، بس ماري ترفض وتقرر تنهي كل شي معها وتتركها، لأنه ظلمتها كتير وكانت قاسية معها وما حسستها أبدا إنها بنتها، وكانت دائما تستغلها. بعدها بالمشفى الناس بيحكوا عن جمال ماري، بنفس الوقت ينتشر خبر إنها قطعت علاقتها مع أمها. وبعد فترة بيكون في عرض أزياء والناس عم يهاجموها ويحكوا عنها، بس فجأة الباب ينفتح والدكتور تانغ بيدخل والكل مصدوم. الحرباية بتفكر إنه إجا لعندها، بس هو بيروح لعند ماري وبيمد إيده إلها ويقلها أنا بدي إياكي إنتي وبس، وبيمسك إيدها قدام الكل وبيمشي فيها لبعيد، والكل عم يصور ومصدوم. وبالنهاية يعرض عليها الزواج وهي توافق وتكون كتير مبسوطة، وبيختموا القصة ببوسة حب كبيرة كتير. وهون يكون خلص ملخصنا لليوم، أتمنى يكون عجبكم. بالأخير ما تنسوا تشتركوا بالقناة، تضغطوا على زر اللايك وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. أتمنى كنت خفيفة عليكم. سلام.